السلام عليكم. اليوم فيديو جديد ان شاء الله. في هذا الفيديو هذا غنشارك معكم الطريقه ديال الحوت في الفرن، كيفاش كيجي، كيفاش كندير ليه، كيجي رائع ولذيذ ما تشبعوش منه. بالنسبه للكميه فانا خديت كميه قليله لان الشخص اللي غادي نصايبوا ليه ما كياكلش المقلي، فالكميه الاخرى قليتها هو درتو ليه في الفرن. فلهذا قلت علاش ما نبارطاجيش مع البنات الطريقه ديال الشويان ديال الحوت في الفرن. فغنحتاج ليه هنايا واحد المول كما كتشوفوا صغير، غندير فيه شويه ديال الملحه، شويه ديال الكمون. بالنسبه للعطريه فهادشي اللي استعملت غير الملحه والكمون. غنضيف هنايا ورق السيدناموس اولا ورق الغار، هادشي اللي بقى ليا فيه. هادشي اللي بقى عندي. غادي نشد شويه ديال الزعتر غنحكو بين الكفين ديال يديا باش نسم به هكايا فقط. هادشي اللي غادي نحتاج فيه. هذه العطريه اللي درت فيه فقط. غادي نزيد عليها شويه ديال الزيت، غير شويه فقط، نقيطه هكايا معلقه صغيره صافي. وغادي نخلط هادشي كامل بيديا، غنخلط هاد المكونات كاملين بيديا. وغنجيب الحوت. اكيد نتوما الا كانت عندكم كميه ديال الحوت كثيره غتضاعفوا العطريه، فانا قلت لكم غير كميه قليله اللي عندي ديال الحوت. فغادي ندخل هاد العطريه مزيان في الحوتات ديالي. انا فلحتهم من الظهر ديالهم ومن الجانب الاخر، حليت ليهم داكشي باش ندخل فيهم العطريه مزيان. الا كنتو من محبين السودانيه ولا هكا بامكانكم تضيفوها، ولا بغيتو تزيدوا هكا شويه ديال اللحم تقطعوه تدخلوا في ديروا في هذوك الجوانب. فانا فضلته هكا، جا لذيذ صراحه. هكايا اكتفيت بهاد العطريه فجا رائع، المذاق ديالو بنين وصافي. راه قلت لكم الفران شعلته على درجه الحراره 180 باش يسخن ليا هكايا صافي. دوزت العطريه كامله اللي بقات ليا على داك الحوته وصافي. ما غادي نضيف عليه حتى شي حاجه، غادي نغطيه بورق الطبخ وندير عليه بابي الومنيوم وندخلو الفران حتى يطيب. بالنسبه لك كان الفرن العادي فغتدخلوه الفرن العادي حتى يطيب، من تشعلوا ليه نار لتحت حتى يطيب وتهبطوه يتحمر صافي. وغادي ندخلوه هكايا للفرن حتى يطيب راه دغيا كيوجد. من بعد ما كيوجد فانا رافقته بزعلوك وشلاضه مطيشه وبصله وخيار وبصله مسلوقه هكا. كتعرفوا الصيف هذا ما كتقديش على المرقه، ما كتقديش على الطواجن، كتبغي شي حاجه خفيفه. شوفوا راه ما درت ليه لا ما لا حتى شي حاجه، طاب بوحديته فهاديك العطريه ديالو جا ناشف. ما نقولش لكم جا لذيذ بنين وبصحه والراحه. شاركت معكم هذا الفيديو هذا الطريقه ديالي ديال الحوت مشوي في الفرن، فصدقوني كيجي افضل بكثير من المقلي. اكيد لا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك وشي تعليق زوين هكايا، واللي ما مشتركش في القناه يشترك فيها ويفعل الجرس باش دائما يتوصل بالجديد ديالي. اكيد فضلا وليس امرا. وما تنسايش اختي تبارطاجي مع الحباب والصحاب وشوفوا ليا الشكل ديالو والمنظر ديالو كيفاش كيجي لذيذ وصافي. كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى ينال اعجابكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد.